النهارده بقى هنكمل الحلقة اللي فاتت، عيلة الجواسيس انشراح وابراهيم وولادهم. اهلا بيكم في كشف المستور مع نجوى ناجي. ومن يومها بقى والجوابات بتتبعت لاخواننا البعدة بكل التفاصيل اللي هم عايزينها. الصراحة شغالين بذمة قوي. انشراح بقى يا سيدي قالت ايه؟ ما هو فيها لخفيها، بدأت تكتب اسمها في الجوابات اللي بتتبعت لاخواننا البعدة علشان تاخد فلوس زيها زي ابراهيم. وبالفعل لانه طريقتها كانت حلوة في الكتابة هي عجبتهم اكتر من ابراهيم، وفعلا فتحوا مشروع ان هم بيتاجروا في الاجهزة الكهربائية والهدوم المستوردة، وبقى بيسافروا بقى ويروحوا ويجوا في كل البلاد براحتهم تماما. وكمان كانوا شغالين بإخلاص جدا مع اخواننا البعض. والموضوع بقى يا سيدي كبر على الآخر، وفي روما أخدوا الباسبورات العبري بأسامي دينا عمر وموسى عمر، واخدوا كمان رتب عسكريه من اللي ما يتسموش. ورجعوا بقى يا سيدي على القاهره وبداوا يصوروا كل الاماكن العسكريه اللي موجوده في كل محافظات مصر. وفي حرب الاستنزاف يوم 9 مارس سنه 69 طلع الفريق عبد المنعم رياض على خط الاسماعيليه بطياره هليكوبتر، وده كان ساعتها رئيس اركان القوات المسلحه. وعلى الساعه 3 العصر اتفاجئ بضرب النار حواليه من كل حته، وعلى الساعه 5 بالظبط نزلت قنبله على المكان اللي واقف فيه الفريق عبد المنعم رياض. ما هو انشراح وابراهيم كانوا باعتين خبر لاخواننا البعدة ان اليوم ده هيزور الجبهة رتبة مهمة جدا في الجيش المصري. واستشهد الفريق يومها، واللي كان مكرس حياته وكان رافض حتى يتجوز، وكانت حياته كلها للجيش والبلده. وقال كمان ان هو اتجوز العسكرية، وعشان كده اليوم ده سميناه يوم الشهيد. سنة 71 بقى يا سيدي كانوا عيال انشراح كبروا وبقوا شباب، وساعتها هي قررت ان هي تضمهم للجاسوسية. واتنقلوا بقى يا سيدي مدينة نصر، ودخلوا المدارس بتاعة ولاد الضباط عشان طبعا يعرفوا يلموا المعلومات المهمة كويس جدا. وعايزة اقول لكم بقى ان هم اصلا من صغرهم كانوا متعودين على الموضوع ده. يعني نبيل مثلا كان بيكتب الجوابات بالحبر السري زي ابوه، ومحمد بقى كان بيقف لدرجي يراقب الدنيا. والله شبكة جواسيس. سنة 73 بقى لما قامت الحرب اللي ما يتسموش زعلوا قوي من ابراهيم وانشراح، وقالوا لهم انتوا ازاي ما تبعتوا لناش رساله وتقولوا لنا ان في حرب. ابراهيم رد عليهم وقال لهم احنا ما كناش نعرف وما كناش هنلحق اصلا، انتوا حتى اصحابي الضباط كانوا حاجزين عمره. وساعتها بقى اللي ما يتسموش قالوا له هنجيب لك جهاز احدث حاجه، اللي هو تبعت لنا الرساله من هنا توصل لنا من هنا، بس المهم اي معلومه توصل لك ولا اي حرب هتقوم تقول لنا على طول، وليك $1,000,000. إبراهيم وانشراح استلموا الجهاز الجديد وحاولوا يبعتوا منه رسائل كتير، بس مفيش أي حاجة بتوصل. فانشراح قالت له أنا هروح أجيب مفتاح جديد ونجرب تاني. انتوا عارفين بقى انشراح عملت كده ليه؟ لأن انشراح من فترة قبلها سافرت لأبو يعقوب وقضوا يوم طويل سوا وسهروا، وبعد ما سهروا روحوا سكرانين طينة، وصحيت انشراح الصبح لقت نفسها نايمة جنب أبو يعقوب في السرير. يا نهارك اسود يا انشراح، يعني هي العملية كانت ناقصة يا أختي؟ سافرت انشراح تاني يوم 26 يوليو سنة 74، وطبعا قابلت أبو يعقوب هناك وهيصت بقى هي وهو. أصل انشراح حبت الموضوع قوي، ورجعت بقى انشراح يوم 24 أغسطس سنة 74. وأول ما دخلت الفيلا لقت الأسود المصريين مستنيينها من المخابرات، وقالوا لها أهلا وسهلا يا مدام دينا، حمد لله على السلامة. وتفاجئوا بقى اخواننا البعدة برسالة جاية من الجهاز اللي كان مع انشراح بيقولوا فيها وقفوا بقى الرسائل اللي بتبعتوها كل يوم حد عشان الجاسوس بتاعكم وقع هو ومراته وولاده. واتحكم على ابراهيم وانشراح بالاعدام، وابنهم نبيل خد 5 سنين سجن، وولادهم محمد وعادل عشان كانوا صغيرين في السن راحوا على الاحداث. وتنفذ حكم الإعدام في إبراهيم، لكن انشراح اتدخل رئيس وزراء الإسرائيليين علشان يأجلوا الإعدام شوية، وضغط على السادات لغاية ما وافق، وفعلا اتأجل حكم الإعدام في انشراح وولادها. وبعد كده بقى يا سيدي أخدت عفو رئاسي خالص، واتبدلت مع الأسرى اللي موجودين مع اللي ما يتسموش، وغارت على هناك هي وولادها، يلا اهي ريحت وارتاحت. ولما كبرت بقى انشراح في السن وولادها كلهم ماتوا، اتوسلت كتير قوي للسلطات المصرية إنها ترجع وتدفن في مصر، لكن دايما السلطات كانت بترفض طلبها ده، واتدفنت هناك على طريقتهم. أهي غارت هي وولادها بعيد عننا.